السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ اتمنى يا رب تكونوا بألف خير. راجع لكم بوصفة حلوة جدا جدا. معلش اتأخرت عليكم، بقالي فترة كبيرة ما نزلتش فيديوهات، بس كان عندي ظروف والحمد لله رجعت تاني بوصفة حلوة جدا جدا جدا. طبعا هعمل لكم اللانشون البيتي بطريقة سهلة جدا وبسيطة جدا زي ما انتم شايفين. نفس اللون، نفس الطعم، نفس ريحة اللانشون اللي بنجيبه من بره، لا واحلى كمان ومضمون، وعارفين ان هو مكوناته كلها طبيعية وكلها موجودة عندنا في البيت. وصدقوني ولادكم مش هيفرقوا اصلا عن اللانشون اللي بره. يعني انتوا لو عملتوه وحطيتوه لهم في السندوتشات على طول واديتوه لهم اصلا مش هيسالوكم ده ايه، لانه طعمه طعم اللانشون. انا لما عملته بصراحه وريته لجوزي ما صدقش، قال لي ده مش معقول تكوني انت اللي عاملاه. فطبعا الطرق بتاعه اللانشون او بتاعه اي حاجه من بره مش صعبه، سهله. اي ست بيت شاطره تقدر تجيبها من وتجيب طريقتها وتعملها، وبجد بجد هتبهريهم ومش هيصدقوا ان اللانشون ده طالع من البيت. حلو جدا، وبصوا كميته كتيره، يعني كميته مش كمان زي اللانشون اللي احنا بنجيبه. هوريكم كمان ازاي تطلعوه بنفس الاسطوانه دي ونفس الشكل ده، علشان يبقى كأنك جايباه من بره ويطلع لي بنفس التقطيعه دي. سهل جدا جدا بمكونات كلها من البيت، واتحداكي تفرقيه عن اي لانشون من بره. نظافه وريحه وطعم كمان. وبعد كده مش هتشتري اي لانشون من بره. عايزه تعمليه زي كده تمام، عايزه تحطي له فلفل اسود من جوه يبقى زي اللي بنشتريه من بره خالص كده مفيش مشكله. وطبعا هتحفظيه في التلاجة. تعالوا نشوفوا انا عملت ازاي. بصوا مبدئيا كده هي دي كل مكونات اللانشون. ايه ده يا نونا؟ ما فيهوش لحمه خالص، ما فيهوش فراخ، ما فيهوش اي حاجه ولا اي حاجه، واتحداكم ان ما يطلعش بنفس الطعم ونفس الريحه. اول حاجه عندي 6 بيضات، وعندي هنا 8 مثلثات من الجبنه اي نوع، وعندي نص كوبايه زيت يكون ريحته كويسه، كوبايه دقيق، وعندي لون هنا لون احمر، ده هنحط نقطه واحده بس عشان يدينا نفس اللون. البهارات هنا بقى عندي فلفل اسود، عندي بابريكا، وعندي معلقه صغيره من الجنزبيل، ومعلقه صغيره من الحبهان المطحون، توم بودره وبصل بودره، ما تكتروش في الملح، سنه صغيره، وعندي 3 مكعبات من الماجي، وهو ده سر طعم اللانشون اللي بنجيبه. هي دي كل المكونات اللي هنعمل بيها اللانشون الجميل اللي هيطلع لنا بنفس الشكل بنفس الريحه بنفس كل حاجه. قسما بالله مش هتفرقوه. عايزاكم اول ما تشوفوا الفيديو ده تقوموا تعملوه وتقولوا لي في الكومنتات ايه رأيكم وطعمه عامل ازاي. انا بجد انبهرت، بس انا كده كده بعمله من زمان، فانا واخده على طعمه، مش اول مره اعمله، عشان كده قلت لازم اعمله لكم وانتوا تقولوا لي ايه رأيكم. طيب اول حاجه انا نزلت هنا بالبيض 6 حبات من البيض، ونزلت كمان بالجبنه، جبنه مثلثات عاديه جدا، علبه يعني 8 مثلثات زي ما انتوا عايزين. اي نوع تحبوه مش هيفرق معانا. عندي نص كوبايه من الزيت، ما تكتروش الزيت كمان علشان ما يبقاش طري معايا. كل التوابل اللي قلت لكم عليها كلها هتتحط معايا في الخلاط. طيب وايه كمان عندي كوبايه من الدقيق، هنزلها برضو في الخلاط. الدقيق ده أداة ربط علشان يربط معايا، ولما يستوي معايا في اللانشون بيديني نفس القوام ونفس الشكل. طيب هضربهم ضرب كويس قوي قوي في الخلاط، وبعد ما اضربهم هديلهم نقطتين بس من اللون علشان بس يدينا لون اللانشون اللي احنا بنجيبه من بره، علشان ما يبقاش لونه ابيض، لان طبعا ما فيهوش اي الوان. هنحط له لون كده بسيط علشان يديلي نفس اللون. خلاص كده خلصت كده اللانشون بتاعي. تعالوا اقول لكم ازاي تطلعوه بالاسطوانه اللي انتوا شفتوها ده زي اللي بنجيبه من بره. عندي هنا كده اي نوع من انواع المكرونه الاسباجيتي، انا عايزه الكيس بتاعه وبس، مش هحط في كيس تلاجة بقى والكيس يبقى كبير واقعد اقفل عليه من اليمين يطلع لي من الشمال. لا، دي الطريقه دي بجد اسهل طريقه انا بعملها، وبتطلع لي نفس زي ما انتوا شفتوه في اول الفيديو، نفس شكل الاسطوانه بتاعه
الكوز اللي احنا بنشتريه من بره ونفس الدايره ومش هتتعبنا خالص ولا اي حاجه. انا هصب فيه كده اللانشون بتاعي، طبعا هسيب مجال من فوق كده عشان اقدر الفه. الباقي ده ممكن تحطوه، انا الباقي ده حطيته في كوبايه وحطيته جنبها واستوى وكان زي الفل واستوى وكل حاجه. خدوا بالكم ممكن اسفه ممكن تسووه بطريقتين. اول طريقه اللي انا بقول لكم عليها دي انا لفتها من فوق بدباره ببكره اي حاجه تكون قويه، وربطتها كويس قوي 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 من فوق، وطبعا من تحت هي مقفوله. في طريقه تانية ممكن تعملوا بيها اللانشون، لو مش عايزينه في اكياس ممكن تحطوه في كوبايات ازاز، كوبايات من الازاز، وتحطوه بنفس طريقه التسويه دي وهيتسوى وهيطلع زي الفل. لو مش عايزين تحطوه في اكياس، كوبايات عاديه، وهنحطه برضو هقول لكم ازاي طريقه التسويه المظبوطه اللي تطلع لك اللانشون مستوي ومطقوي زي الفل. طيب اول حاجه هعملها، لو هعمله في كيس كده، انا عندي البلاستيك ستريتش ده هلفه علشان ما تخشلوش ميه من اي ناحيه، لازم الفه لفه كويسه بالاسترتش راب ده علشان ما تخشلهوش اي ميه، لان احنا هنسويه طبعا في الميه، ولو دخلته ميه هيبوظ مننا طبعا وهيطلع طري جدا من جوه ومش هيبقى نافع. خلاص كده انا لفيته لفه كويسه. حاجه تانية بعد ما الفه بالاسترتش ده هروح لفاه بفويل من عندي، اللي هو ورق الفويل اللي هو العادي الالومنيوم دوت، هلفه برضو لفه كويسه. الفويل ده برضو بيديله حراره من جوه وبيسويه تسويه كويسه. هعمله كده زي البونبوني زي ما انتم شايفين، هلفه من الجنب كده زي لفه البونبوني، وهقرص عليه من ناحيتين علشان زي ما قلت لكم كده يديني شكل الاسطواني المطلوب. هو ده كده خلاص، كده خلصناه. كده هقول لكم ازاي تسووه، وزي ما قلت لكم لو عايزين تحطوه في كوبايات عادية من الازاز عادي، حطوا الكمية كلها في كذا شوب كبير كده من الازاز وهيستوي معانا وهيبقى زي الفل، مش هيجراله اي حاجة. طريقة حفظه بنشيله كله بنحطه في كيس، بعد كده كيس تلاجة بنحطه في التلاجة، بنطلعه وقت التقديم وبنقطعه. خلاص. طيب طريقة التسوية بتاعته، انا عندي هنا حلة فيها مية حطيتها على النار لغاية ما غلت، ما فيهاش اي حاجة. هنزل فيها باللانشون اللي انا عملته دوت، وهنزله هغطسه كويس قوي من تحت كده لغاية المية ما تغمره خالص. هسيبه بالظبط ربع ساعة يغلي، وبعد كده هوطي النار عليه خالص خالص وهقفله، وهسيب الحلة بتاعتي لغاية ما تستوي خالص وتبرد خالص، واصفيها من اي ميه زياده. طيب خلاص كده هي بردت خالص، وسبتها اكتر من 4-5 ساعات لغايه ما مسكت نفسها خالص. هطلعها وهفكها قدامكم اهو واوريلكم شكلها ونقطعها كمان مع بعض. عايزه اقول لكم ان الكميه دي حلوه جدا جدا. بصوا تكفيكوا قد ايه. طبعا انتوا لو هتشتروا من بره هتجيبوها بمبلغ وقدره، يعني بجد يعني غاليه وكمان مش مضمونه. لا دي احنا عاملينها في البيت وكل مكوناتها انتوا شفتوها. عايزه اقول لكم لو انتوا حابين تعملوها بالفراخ او باللحمه ممكن تزودوا القيمه الغذائيه بتاعتها، تحطوا نسبه من اللحمه المفرومه او نسبه من الفراخ برضو وتضربوهم فيها، وبرضو هتدينا برضو نتيجه حلوه جدا جدا جدا. طبعا اهم حاجه تسيبوها لما تبرد خالص، ما تقطعوهاش وهي سخنه خالص، لا لازم تبرد خالص. هنفكها زي ما انتوا شايفين كده، بما اننا طبعا لفينها لفة كويسة جدا، ده علشان المية ما تدخلش من جوه وتبوظ لي العجين اللانشون. خلاص كده هفكها كلها. حابين تسيبوها زي ما هي كده وتقطعوا على حسب ما انتوا عايزين وتحفظوها زي ما هي كده مفيش مشكلة. حابين تشيلوها خالص وتحطوها بعد كده في كيس تلاجة وتحطوها في التلاجة برضو وتقطعوا منها مفيش مشكلة. زي ما انتوا شايفين انا كده قطعتها
فكيتها قصدي، وهقطعها لكم الترانشات اللي انتم واخدين عليها. ادي كده بصوا شكل اللانشون، والله العظيم ريحته تحفه وماسك نفسه جدا جدا، وطعمه كمان يعني انا مش عايزه اقول لكم ان طعمه احلى من بتاع بره. والله العظيم انا عندي لانشون جبت لجوزي واحده من دي وواحده من دي، فقال لي دي احلى، دي احلى بجد يعني. هقطعه بقى التقطيعه اللي انا عايزاها. عايزين تقطعوها بالسكين كده الترانشات مفيش مشكله. ممكن لو عندكم المبشره اللي هي فيها بتقطع الشيبسي دي برضو بتقطع اللانشون حلو قوي قوي، براحتكم برضو. اللانشون بيدخل في حاجات كتير، ممكن نعمل بيتزات ونحط فوق البيتزا اللانشون، ممكن نعمل لانشون ببيض. انا ولادي من عشاق اللانشون بالبيض بجد. بصوا والله العظيم ريحته طعمه شكله وما خدش مننا اي وقت، ما خدش مننا اي مجهود. بصوا طري جدا جدا، يتقطع بسهوله، طعمه حلو قوي قوي. انا ولادي وانا واقفه كده كل واحد خد له واحده كده دقها، وطعمه في منتهى الجمال. طبعا بناخد الكميه اللي احنا عايزينها، الباقي بنسيبها، بس اهم حاجه علشان ما تنشفش نحطها في كيس، ومش في الفريزر، في التلاجة من تحت ما بيجرالوش اي حاجه. وفي الفطار برضو نفطر باللانشون زي ما انتم شايفين كده، شكله جميل، طعمه جميل، ريحته تحفه، ما كلفناش اي حاجه، ما خدش من وقتنا ولا مجهودنا، وعمل معانا كميه محترمه. يعني من ايه، كلها حاجات بسيطه خالص وكلها موجوده معانا في البيت. وعايزاكم طبعا تجربوا طريقتي وتقولوا لي رايكم ايه. ويا ريت اللي بيتابعني لاول مره عايزاكم تدعموني وتشوفوا فيديوهاتي، وما تنسونيش في اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس علشان يوصلكم كل فيديوهاتي وكل حاجه جديده انا بعملها. ويا ريت تعملوا الاشعار للكل علشان يجيلكم كل فيديوهاتي الجديده اللي انا بنزلها. ويا ريت تقولوا لي كمان بتتابعوني من اي بلد، لاني ببقى مبسوطه جدا جدا جدا. واتمنى الكل يعمل فيديوهاتي ويطبق الحاجات اللي بعملها ويدعمني. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.